أتاكم خطنا حبا وودا نطرزه بأنواع الود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، مرحبا بكم في قناة مملكة أنوار الصالحين مع أخوكم الشيخ المغربي. اليوم عمل من الأعمال وسر من الأسرار العظيمة، سر روحاني، وهي 5 أسماء قوية تقرأها مع طقطقة الأصابع من 7 إلى 21 مرة في وجه من نظرت إليه ومن تريد، واترك الباقي إليهم. يأتوا بالشخص الذي نظرت إليه حتى اللي عندك وتطلب منه ما تشاء. وهذا السر يا إخواني الكرام من الأسرار العظيمة. وكما قلنا يا إخواني الكرام، يجب أن تقرأ من 7 إلى 21 مرة، 7 9 11 13 15 17 19 أو 21 على حسب أنت وقراءتك يا أخي الكريم وسرعتك في القراءة. تقرأ ثم تنظر إلى الشخص الذي تريد، وعندما تقرأ هذه الأسماء تقول: اشعل نار العشق من نظرت إليه. هذا ما سوف تقول عندما سوف تنتهي من الأسماء. وقبل أن نبدأ كما تعودنا إخواني الكرام، صلوا على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا معلم موسى علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتيكم من الحكمة وفصل الخطاب آتينا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كما ذكرنا في الأول يا إخواني الكرام، اذكر هذه الأسماء من 7 إلى 21 مرة، واترك الباقي عليه، فإن الشخص الذي نظرت إليه سوف يأتي إليك متهيجا بدون شعور، وكأنك عملت له مغناطيس. الأسماء فهي سهلة يا إخواني الكرام، 5 أسماء سهلة. الموشن تقرأها 3 مرات. اللوشن تقرأها كذلك 3 مرات. اليوشن كذلك 3 مرات. القشم كيموشن 3 مرات. هذه هي الأسماء يا إخواني الكرام التي سوف تقرأها، وعندما سوف تنتهي من قراءتها من 7 إلى 21 مرة، تقرأ 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو 15 على حسب أنت كم قرأتها يا أخي الكريم يا أختي الكريمة. وهذه يستعمل حتى النساء. عندما سوف تنتهي مثلا قرأتها 7 مرات تقول: اشعلوا نار العشق من نظرت إليه. هذا ما سوف تقوله مرة واحدة في الأخير، مرة واحدة. أما بالنسبة للأسماء فهي تقرأ 21 مرة، وكل اسم يكرر 3 مرات، كل اسم يكرر 3 مرات حتى تنتهي القراءة. وعندما سوف تنتهي تذكر مرة واحدة اشعلوا نار العشق من نظرت إليه. هذا هو العمل يا إخواني الكرام، العمل القوي والسريع والأسماء القوية يا إخواني الكرام. وهذه هي التي أمامكم على الصورة، فهي من أقوى الأسماء لجلب أي شخص تريده، سواء كنت تعرف اسمه أو لا تعرف اسمه. أتمنى لكم التوفيق والتيسير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.